خليه يطلع معاه، خليه يطلع معاه. اطلع معاه، اطلع. خلي عزيز يطلع معاه، خلي يطلع عزيز، خلي. اطلع. طلعوا الشيخ تاعنا. طلع عزيز، طلع عزيز. خلي عزيز يطلع. بعد واحد يهبط شويه. اسمع الطريق بارك الله فيكم. تحيونا. تحيوا الجماعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي، صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اسمع ورانا اخي. الرجال اثبت في المكان، اثبت في المكان. قول له ما تخليه. يا جماعه، يا جماعه. خليهم يديرونا فلوس نورمال. خليهم يديرونا فلوس. خبرهم كاع، خبرهم. اسمع بارك الله فيكم. اسمعوا لنا. الهدوء خوتي. حمارة الهدوء. اسمع هذو باغي يحصروها. انا ما كيجيبوش علينا عمار. الهدوء. انتبه الجميع. جزائر. الله يرحم شهداء. دايرين الثقة فيا ولا ماكمش دايرين؟ دايرين الثقة في عمار البيري ولا ماكمش دايرين؟ اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم حنا رانا نظلم من اجل القوانين نتاعنا. انا الشيء اللي بغيت نقوله لكم اليوم، كاينين المطالب رئيسية راهي عند وزير الدفاع. كان المشكل نتاعنا راهو عند وزير الدفاع. خوتي اسمعوا لنا بارك الله فيكم. المشكل نتاعنا اللي صرا جماعة الطريق. جماعة بارك الله فيكم. المشكل نتاعنا راهو في وزارة الدفاع. راني تجمعت مدير تصفية المباح مجموعة تاع البرك الوطني بقائد المجموعة بالسيكوري المسؤول عن الولاية. المطالب نتاعنا الرئيسية راهي عند وزير الدفاع. المطلب الأول وهو اسمعوا شيء. المطلب رقم واحد 10% لجميع متقاعدي الجيش. المطلب رقم واحد اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم كنت مع الرائد نتاع البحث والتحري نتاع دار وشرش في الجندرموري. هو ابن شهيد ويعرف مليح واش راهو يقول. كنت مع قائد مجموعه تاع الدرك الوطني والسلطات العسكريه والعموميه. انا مانيش خاين وما همش واحد راح يشريو لي بسكنه. انا مولف نرقد في قيطون وانا تضربت على جالكم ومانيش خداع. الشيء اللي راح نهضروا لكم اليوم، الشيء اللي هضروا عمار البيري اليوم دخلهم لهيه، دخلهم في الصف، دخلهم مع عيسى حضرات مروان كابيتان مروان دخلهم للصف. الشيء اللي راني نقول لكم اليوم راه كان صحابكم سعامه وقفوا. انا مع المسؤول. الشيء اللي نقوله لكم 10% لجميع متقاعدي الجيش. معناتها هذيكم من 15 سنه عنده الحق يستفد من اللونفاليد 80% من الاجر الوطني مضمون اللي هو 14400. المطلب الرئيسي الثاني نطلب الهدوء باه الناس الكل تسمع مليح. عمار البيري راهو مستعد يموت على جالكم. انا راني راجل وما نوليش النور، هذه راهي حقيقه. اسمعوني مليح. المطلب الثاني تحيين. ما شافكش خاوة راكم خاوة. اسمعوني بارك الله فيكم. المطلب الثاني
باش بينحكوا التقاعد لازم يولي مرتين الاجر الوطني المضمون، يولي 8627% خاوتنا يخدموا في الشونط وحنا ما نقبلوش. وكما تجمعنا اليوم في البليده نقدروا نجمعوا في اي ربوع الوطن لاننا وطنيين. المطلب الثالث تسويه المعاشات المشطوبين قبل 2011 ازاحه الواجب الوطني والمتقاعدين طبقا للماده 45 المكرر اللي تقول باللي زوج متقاعدين نفس سنين الخدمه نفس نسبه الجريح ما يفوتوش 100 فرنك. راهو المطلب واحد اخر بطاقه التعريف المهنيه العسكريه لجميع العسكريين. بطاقه التعريف العسكريه لجميع العسكريين معناتها جميع الروتريتي سواء كانوا اشديتي سوزوفيسي من حقه بطاقه التعريف العسكريه المهنيه اللي يمشي بها وراسه مرفوع. المطلب الاخير وهو السكن لجميع